يا مساء الخير عليكم. نبقى عايزين نعمل تحلية سريعة وسهلة وكمان ما تكلفناش كتير. هنعمل مع بعض حاجة بسيطة جدا وهتعجبكم جدا ان شاء الله. لو اول مرة تشوفوني انا هالة، يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو ان شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل التحلية السريعة جدا دي ازاي. مبدئيا كده عندي 3 من المولتو او اي نوع من الكرواسون محشي شوكولاتة. هجيب بقى القالب بتاعي اللي هدخله الفرن، اي قالب عندي يخش الفرن هشتغل فيه. هبتدي بقى اقطع الكرواسون بتاعي اي تقطيع مش مشكله، طبعا هو محشي شوكولاته. طبعا لو حابين نزود ممكن نعمل 4 وحدات في القالب ده، على حسب القالب بتاعي. ممكن نعمل واحده بس في قالب صغير زي طاجن مثلا فخار او اي حاجه تخش الفرن بقى، لو عايزين نعملها لفرد واحد يعني. هبتدي بقى اوزعه كده في القالب بتاعي. بس كده نحضر بقى الخليط اللي هنسقي بيه القالب. عندي بيضتين وهحط عليهم كيسين من الفانيليا. لو بنستخدم فانيليا سايله يبقى نص معلقه صغيره فانيليا سايله. هقلبهم كويس جدا، هضربهم كويس جدا البيض مع الفانيليا. خلاص كده. بعد كده بقى هبتدي اضيف معلقتين من السكر. اذا حابين تزودوا سكر ممكن نزود معلقه بس، علشان اصلا كده كده الكرواسون عندي فيه سكر، فما نزودش زياده في السكر علشان ما تبقاش يعني ايه، صعبه شويه. هقلب بقى البيض مع السكر كويس. بعد كده هضيف كوبايه من الحليب، كوبايه كبيره. هقلب بقى كل حاجه انا ضفتها مع بعض كويس، هحس بس ان هم اندمجوا كويس. طبعا انا حطيت البيض والفانيليا والسكر، هقلبهم مع اللبن كمان كويس جدا. بس كده الخلطه بتاعتي اللي هسقي بيها الكرواسون عندي جاهزه. هبتدي بقى اسقي الكرواسون بتاعي. لو تاخدوا بالكم هي شبه السينابون اللي عملناه مع بعض قبل كده بالعيش الفينو. هسقي بقى الكرواسون كويس، بس عايزه اتاكد ان كل حته من الكرواسون واصلها الخلطه بتاعتي. دي كده ادوس على الكرواسون بس اشربه شويه، يعني بغطسه في الخلطه عشان يشرب شويه من الخلطه بتاعتي. كده تمام. انا شايفه ان كل قطعه كرواسون اتشربت من الخليط بتاعي. على فرن بقى درجه حراره متوسطه كده لمده مثلا ربع ساعه، وبعد كده هفتح معايا الشوايه عليها 5 دقايق بالكتير قوي، تطلع بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم بقى متحمره من بره كده وطريه من جوه، مقرمشه من بره يعني. حلوه جدا 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 وسهله كمان. بالهنا والشفا، يا رب يعجبكم.